عشان تعرف ان احنا عندنا اجمد قوات صاعقه في العالم، في اقل من 10 دقائق تمت واحده من انجح عمليات تحرير الرهاين اللي حصلت، ومن غير اي خسائر بشريه او ماديه حصلت في العمليه، على الرغم من انها كانت اول عمليه من نوعها تقوم بها قوات الصاعقه المصريه وتتعامل مباشره مع الارهاب الدولي. العمليه دي اسمها عمليه تحرير رهاين الاقصر. لو عايزين تعرفوا القصه الحقيقيه للحكايه دي وايه اللي حصل، كملوا الحلقه دي للاخر، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. انا رامز عادل، وده في ظروف غامضه. الحكايه بدات في ظروف غامضه في مطار القاهره، وبالتحديد يوم 24 اغسطس سنه 76. كان يومها شركه مصر للطيران منظمه رحله سياحيه داخليه من القاهره لاسوان، والرحله دي كان فيها طياره للشركه من طراز بوينج 737، وكان عدد ركاب الطياره دي حوالي 109 راكب، منهم ركاب اجانب من فرنسا والمانيا واليابان، واربعه مصريين من الصعيد، وراكب واحد مغربي، وكان في ركاب عرب تانيين من 5 دول مختلفة اللي ما كانوش عارفين ان القدر مخبلهم 3 في نيتهم خطف الطيارة واحتجاز الركاب كرهاين. والثلاثة دول كانوا علي عثمان مصري الجنسية وعمره 32 سنة، وكان هو القائد بتاعهم بحكم انه الاكبر سنا والاكثر خبرة. والتاني هو احمد محمد سليمان ابو سريع من بيت لحم فلسطيني الجنسية وعمره 19 سنة، وده كان تابع لحركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ولما جه مصر أسس فيها حزب اسمه حزب السلامة والتنمية اللي هو الدراع السياسي لتنظيم الجهاد. والثالث كان اسمه محمد نجيب، ده أردني الجنسية بس من أصل فلسطيني، وبرضه كان عمره 19 سنة. المهم بعد 10 دقايق من طلوع الطيارة واستقرارها في الجو، اتحرك 2 منهم في اتجاه كابينة القيادة وهم عثمان وسليمان، وطبعا هنا المجموعة كلها كانت قدرت تطلع ومعاها سلاح جوه الطيارة. وفي الوقت ده ما كانش فيه إجراءات الأمن والتفتيش للطيارات في المطارات زي دلوقتي، أو بمعنى أدق من بعد 11 سبتمبر بدأ الموضوع يبقى أكتر حرص. المهم سحب الاتنين سلاحهم وهددوا قائد الطيارة وأمر المضيفة بأنها توزع على الركاب بيان باختطاف الطيارة من منظمة اسمها جمال عبد الناصر، وأكدوا عليها إنها تطلب منهم التزام الهدوء وتنفيذ أي تعليمات توجه ليهم عشان ما يضطروش إنهم يقتلوا حد منهم. فطبعا بعد ما عملت المضيفة كل اللي اتطلب منها، حصلت حالة من الرعب والارتباك ما بين الركاب بعد ما عرفوا خلاص إنهم مخطوفين. وكان ما بين الركاب أطفال صغيرين وستات وناس كبيرة في السن، وكان ما بينهم كمان واحدة ست فرنسوية حامل في الشهر التاسع. المهم أمر عثمان كابتن الطيارة بأنه يتوجه بيهم على مطار طرابلس في ليبيا، بس الكابتن عمل حركة ذكية شوية، قدر انه يقنعهم ويتفاوض معاهم بانه لازم ينزل الاول في مطار الاقصر عشان الوقود اللي معاهم مش هيكفي يروحوا لحد هناك، وهو ما كانش عامل حسابه على الكلام ده. وفعلا نزلت الطياره في مطار الاقصر، واتصل عثمان بمركز المراقبه في المطار عن طريق اللاسلكي اللي موجود في الطياره، وقال لهم ان هم تنظيم اسمه جمال عبد الناصر، واحنا اللي خطفنا الطياره وركابها وخدناهم كرهاين لحد ما يتم تنفيذ مطالبنا، وان احنا بنبلغكم بس عشان تبلغوا الحاجات دي للرئيس السادات. وفعلا في لحظتها وصل الخبر لمكتب السادات على طول، اللي امر فورا المشير الجمصي وزير الدفاع وقتها بانه لازم يتحرك على مطار الاقصر دلوقتي حالا، ومعاه وزير الداخليه ممدوح سالم عشان يتفاوض مع الخطافين. وفي اقل من ساعه وصل الجمصي لمطار الاقصر واتكلم مع عثمان وطلب منه ان هو يقول له شروطهم عشان يبلغها للسادات. وفعلا عثمان قال له وقتها ان هم عندهم 3 شروط اساسيه عشان يفرجوا عن الرهاين. الشرط الاول هو ان مصر تلغي اتفاقيه كامب ديفيد اللي عملها الرئيس السادات، وترجع في موقفها في التفاوض مع اسرائيل، وتستمر كمان في حربها لاسترداد سيناء وكل الاراضي العربيه المحتله. اما بقى الشرط الثاني هو ان مصر تتدخل للضغط على اسرائيل عشان توقف المذابح اللي بتحصل ضد فلسطين في المخيمات على حدود لبنان، زي مخيمات صبرا وشتيله وغيرها من المخيمات الكتيره. اما بقى الشرط الثالث فكان الافراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصريه، وخصوصا اعضاء منظمه فتح. المهم بقى ان بعد ما سمع الجمصي طلباتهم اكد لهم انهم بلغوا السادات كل اللي هم قالوه وهيرد عليهم، بس بعد ساعه اتصل اللواء ممدوح سالم بعثمان وقال له انهم بلغوا السادات ومستنيين رده لانه لسه ما ردش عليهم. الحقيقه بقى ان الجمصي كان عارف ان السادات نفسه اخذ قرار برفضه لتنفيذ مطالبهم، بس هو كان بيفكر في حل الازمه باقل خسائر ممكنه. وبناء على كده استمرت المفاوضات دي حوالي 10 ساعات كامله. في الوقت ده كان بيتم التخطيط لعملية اقتحام الطيارة بمجموعة من قوات الصاعقة عشان يحرروا الرهاين ويقبضوا على الإرهابيين، وبأمر قرار مباشر من السادات. وفي أثناء فترة المفاوضات دي كان في جوه الطيارة 4 من الركاب رفعوا صورة جمال عبد الناصر
في وش اللي خاطفينهم، وقالوا لهم لاجل خاطر الراجل اللي اتسمى التنظيم على اسمه افرجوا عننا. والغريب فعلا انهم افرجوا عنهم، وبعدها بدقايق قدرت المضيفه تقنعهم بانهم لازم يفرجوا على الست الفرنسويه اللي كانت معاهم لانها كانت حامل وغالبا هتولد دلوقتي. وعلى اواخر النهار وبالتحديد الساعه 5:30 وصل لمطار الاقصر ابطال الصاعقه اللي هينفذوا عمليه تحرير الرهاين، ومعاهم افراد من القوات الجويه، وكانوا كلهم متنكرين في لبس فنيين بتوع صيانه المطار. وكانت خطه عمليه تحرير الرهاين والطياره متحدد لتنفيذها 3 مجموعات. المجموعه الاولى كانت من الافراد اللي عندهم كفاءه قتاليه عاليه للاشتباك من غير سلاح، والمجموعه الثانيه كانت مجموعه مسلحه ودي من المفترض انها تدخل تامن المجموعه الاولى. اما بقى المجموعه الثالثه فكان دورها انها تنزل الركاب من الطياره في اسرع وقت، وكانت التعليمات مشدده على الجميع بضروره تجنب اي خسائر بشريه في الرهاين وحتى في الخاطفين او خسائر ماديه في الطياره نفسها. وهنا بدات عمليه الاقتحام، ودخلت المجموعه الاولى واشتبكوا فعلا مع الارهابيين ال3 يدا بيد. ودخل بعدها بدقايق المجموعه الثانيه المسلحه، ضربوا عثمان طلقه في رجله ورموه بره كابينه الطياره، وسليمان خد طعنه في ظهره من سمك البندقيه. اما بقى الثالث فكان له حظ كبير من الاصابات اللي في جسمه. ووقت الاشتباك دخلت المجموعه الثالثه بسرعه وبداوا ينزلوا الركاب كلهم بسرعه من غير اي اصابات. وفعلا تم القبض في الوقت ده على الارهابيين ال3 في عمليه كلها خدت بالظبط 10 دقائق وبنجاح مبهر. واصدر السادات وقتها قرار بتكريم ابطال العمليه من رجاله الصاعقه والقوات الجويه، وتم منحهم نجمه الشرف، ودي تاني اعلى وسام عسكري في الجيش، وده للعقيد سيد الشرقاوي قائد المجموعه والمقدم ربيع بدوي من القوات الجويه. اما بقى النقيب عباس مصطفى والنقيب احمد نعيم والملازم باسم عبد الرحمن وباقي افراد المجموعه تم منحهم اوسمه كتيره مختلفه. المهم بقى ان بعد ما اتقبض على الارهابيين دول نقلوهم المستشفى المعادي العسكري لعلاجهم من الاصابات اللي كانت فيهم. وبعدها ب 41 يوم بالظبط كان السادات شكل لهم هيئه محكمه خاصه اصدرت الحكم عليهم كلهم بالاشغال الشقه المؤبده وغرامه ماليه 100,000 جنيه للقائد بتاعهم، والثلاثه اترحلوا على سجون مختلفه. وفي اوائل التسعينات حاول ياسر عرفات انه يتوسط عند الرئيس مبارك عشان يفرجوا على عثمان بسبب تدهور حالته الصحيه في السجن واصابته بمرض السرطان، بس مبارك رفض وفضل عثمان فعلا مسجون لحد ما توفى يوم 31 يوليو سنة 97، وكان نصيبه انه يموت في السجن. بس بعد كده كمل الاثنين التانيين مدة سجنهم بالكامل بعد ما اترفض كل محاولات العفو والافراج عنهم قبل ما يخلصوا مدتهم. وبعد كده خرج سليمان عشان يكمل حياته كمحامي، لانه نجح في الوقت ده وهو مسجون انه يخلص ليسانس الحقوق بتاعه وقدر يكمل بعدها دراسات عليا كمان. اما نجيب بقى فسافر لعيلته في الاردن بمجرد ما خرج من السجن. وهنا بقى جت حكايه تاسيس الوحده 3 سبعات لمكافحه الارهاب الدولي وتحرير الرهاين. ونقدر نقول ببساطه ان بعد نجاح قوات الصاعقه في عمليه تحرير رهاين طائره الاقصر ظهرت بعدها عمليات ارهابيه كتير لخطف واحتجاز رهاين. بس بعد كده صدر قرار من القوات المسلحه لتاسيس مجموعات خاصه من قوات الصاعقه مخصصه لمكافحه النوع ده من الارهاب، وبناء على كده تم تاسيس الوحده 3 سبعات المصريه. وفضلت الوحده دي مع الوقت تطور في اساليب تدريبها طريقه شغلها لحد ما وصلت في وقت قصير جدا للمستوى اللي خلاها واحده من افضل قوات الصاعقه في العالم. ويمكن في الحقيقه مصريين كتير ما كانوش يعرفوا اصلا بوجود الوحده دي غير بعد احداث ثوره يناير 2011، لانها كانت على مدار السنين اللي قبلها وحده سريه جدا في شغلها وتفاصيلها مش متاحه دايما في العلن. ويمكن الكلام عن الوحده 3 سبعات وعملياتها ممكن ما يخلص، واكيد هنعمل حلقات تانية كتير. بس في كمان الفرقه 3 تسعات، ودي ليها مهمه تانية خالص غير الفرقه 3 سبعات، وهنعمل عنها حلقه مهمه جدا. لو عجبتك الحلقه دي وعايز تشوف باقي الحلقات هتلاقيها ظاهره قدامك دلوقتي. وما تنساش تتابع حساباتي اللي موجوده في الديسكريبشن تحت الفيديو، وما تنساش تعمل لي سبسكرايب للقناه وشيره لاصحابك. واوعى تفتكر ان دي النهايه، لسه في كتير وهنتقابل تاني في ظروف غامضه. سلام.